فردوسي هناك تغطيه، ما كاينش هناك خطا. وصلت كره لسفيان بن جديده، سفيان بن جديده انطلاقه ديال ادم بريكا مراوغه دائما محاوله سفيان بن جديده، تمريره ديال فرصه ومحاوله لفائده فريق المغرب الفاسي، رفعت كره راسيه والهدف الاول لفائده فريق المغرب الفاسي. تمريره ممتازه داخل منطقه الجزاء، تمريره من طرف ارجل كيفين ياكا، هدف اول لفائده فريق المغرب الفاسي. تابعنا المرتد السريع، وهذا هو اللي ذكرت بان المغرب الفاسي سيبحث عن المرتدات السريعه، وهذا هو اللي تابعناه من خلال الصوره. لاحظوا كنقول بانه مرتد يعني تنفذ بطريقه ممتازه، تمريره في الجهه اليمنى عند اللاعب ادم بريكا شطات كره لسفيان بن جديده، تمريره عند اللاعب ارتور، رفع الكره واللاعب ادم بريكا كيوضع الكره في الشباك. لاحظوا المحاوله، تمريره داخل منطقه الجزاء، واللاعب ادم بريكا اللي انطلق بالكره، خدا المكان ديالو داخل منطقه الجزاء، كره بالراس في مرمى وفي شباك فريق الرجاء المغرب الفاسي. هو من تمكن من الوصول للمرمى، وان كان 10 دقائق الاولى تابعنا فريق الرجاء كان يبحث عن الحلول ويبحث عن امكانيه الوصول لمرمى صلاح الدين شهاب. فرحه كبيره اللاعبين ديال فريق المغرب الفاسي، وكذلك المدرب بابلو فرانكو المدرب الاسباني. اعتقد بان هدف غادي يشعل المباراه، وسننتظر ردة فعل ديال فريق الرجاء من اجل العوده في النتيجه. اذا في انتظار اكيد تاكيد او الغاء الهدف من طرف الحكام، لان كيتابعوا يعني المرتد السريع وكيتابعوا الفرصه والمحاوله اعطاء الهدف. اكيد الكل ينتظر، الكل واقف ينتظر تاكيد الهدف او الغاؤه. لكن صراحه مرتد يدرس بالنسبه للاعبين ديال الفريق المغرب الفاسي، تابعنا الانطلاقه والسرعه، لان لنجاح مرتد سريع فلازم اكيد تكون السرعه، وهذا اللي تابعناه من طرف فريق المغرب الفاسي. اذا متابعه الصوره، هشام التمسماني، هل هناك شيء اللي حال دون قبول الهدف هو اقرار مشروعيه الهدف؟ هل كان هناك خطا؟ هل كان هناك تدخل؟ هلال الفردوسي، سفيان بن جديده، هل كان هناك لبس للرجل؟ فحكام الفار رجعوا اللقطه من البدايه ديالها من المرتد السريع، لانه انطلق هنا لما ضاعت الكره لهلال الفردوسي، انطلق المرتد السريع. الحكم غادي يتاكد هل هناك خطا ام لا. اذا كان هناك خطا سيتم الغاء الهدف، اذا لم يكن هناك لمس فالهدف غادي يعتبره حكم المباراه مشروع. إذن حكم المواجهة هشام التمسماني، تابع الصورة، تابع اللقطة.